أكتر الجمل والعبارات اللي حضرتك سجلتيها من خلال دراسة عن تحولات الشخصية المصرية؟ لا، آلاف العبارات. أنا درست الأول الأمثال الشعبية ودي كل الناس عارفاها، لكن في كتابي الأخير ده اللي هو لغة الشارع بدرس التشبيهات والكنايات والاستعارات. محدش يقول دي لغة عربية، لا، اللهجة المصرية بكل جمالياتها فيها كل الفنون البلاغة دي، ورصدت بقى فيها كل ما قيل على سبيل التشبيه وعلى سبيل وفيها كمان اشتقاق ونحت من سواء من اللغة العربية أو من لغات أخرى. عايزين نستمع يا دكتور. حاضر، بس نرجع لمرجع مش عايزين نستمع عشان يكون الكلام مترجم. الشعب المصري كان مثلا لما يحب يشبه حاجة حول لهجته إلى كأنها لهجة مصطلحية. في مصطلحات كده أقولها تقوم أنت فاهماها وكل الناس المحيطين فاهمينها. مثلا أقول لك إيه، زي الديوك، تشبيه، ما قلتش حاجة بس انت فهمتي ان الناس دول على طول في حالة شجار دائم ومولودين فوق، كأنهم مولودين فوق راس بعض. دي معناها برضو انهم دائم الشجار او وما الى ذلك. قيسي على ذلك بقى امور كتير جدا في الحياة، تلاقي انها مجرد اني اقول مصطلح، حتى مش لازم مصطلح مركب كده من جملة، يعني كلمتين ثلاثة، احيانا بتبقى كلمة واحدة تديكي مدلول لأمور كتير. هل دي عبقرية الشخصية المصرية؟ دي عبقرية، ده ذكاء فطري غير عادي مع روح سخرية، لأنهم كمان حتى لما تشوفي التعبيرات اللي بيقولوها ويوصفوا فيها يعني مثلا إيه، أما يقولوا واحدة ست عجوزة زي حالاتي كده يقول لك إيه، مرضعة قلاوون، بس خلاص. يعني إيه دي، ولو إن ده يعتبر برضو يعني مصطلح مستحدث نسبيا. ليه؟ لأنه أكيد جه بعد قلاوون بسنين. فيعني يعتبر مثلا عمر الكلمة دي أو المصطلح ده من 100 سنة مثلا بالكتير. أو مثلا يوعى على فحت البحر، فلان يوعى على فحت البحر ده، مفيش ولا بحر مفحوت غير قناة السويس. يبقى برضو جه بعد قناة السويس، بس فات عليه سنين، فيكفي إن أنا أقول التعبيرين دول فتعرف إن الشخص ده يعني كبير في السن إلى حد ما. قيس على كده ممكن تبقى كلمة واحدة. دردبيس، يعني دردبيس دي معناها عجوز. أنا أول مرة أسمع كلمة. حاجات كتير، تعبيرات كده بتديكي إحساس توصيف لحالة. يكتفى بإني أقول كلمة أو كلمتين وكل المحيطين يبقوا فاهمينها. هو ده المصطلح المتفق عليه في اللهجة المصرية. حاجات كتير طبعا. إيه أكتر المفردات اللي لما حد يزور حد مثلا أصبحنا نفتقد الكلام الجميل والكلام اللي فيه حميمية بيننا وبين بعض؟ هو سمة أصيلة في الشخصية المصرية، الودادة والمحبة. دي السمة أصيلة. كنا زمان بنعبر عن المشاعر دي بكلام، إما إن في الترحيب أو في التوديع. يا خطوة عزيزة، أنستي وشرفتي. دخولك على الناس حتى وتقولي لهم العواف، عاش من شافك، أنستي ونورتي. حاجات كتير جدا كنا بنقولها كده. دلوقتي هاي بس. لكن قيسي على ذلك بقى الشكر من كل ممنونية. دي كلمة والدتك الشهيرة اللي ما خلتنيش انساها العمر كله، انها بتقول كلمة ما عادش حتى خطوة عزيزة. كلام كتير جدا جميل. وانت ماشية بتقولي اقعدوا بالعافية او فتكم بعافية. شوفي المعنى جميل قد ايه. ايه بقى هاي، ما بقاش يتقال دلوقتي، ما بقتش. فكنا بنعبر عن الودادة والمحبة دي في مفردات كلامنا. كان معظم مفردات اللهجة المصرية تلاقيها إما شكر، يا إما دعاء، يا إما امتنان، يا إما يعني تعبير عن محبة، عن دعاء طيب بالخير كده. دلوقتي طبعا هاي وباي وكده. هل اختلاف أسلوب التعبير عن المودة والحب بيرتبط بظروف معينة، ولا هو الإيقاع العصر هو اللي خلانا؟ لا، هو حب المحاكاة للأسف، اللي مش بقولك الشخصية المصرية تغيرت بعد ما كانت بتؤثر بقت تتأثر. احنا دلوقتي منفتحين على العالم الغربي وبنتمثله، وللأسف مش حتى العالم الغربي، حتى العالم العربي نفسه خدنا منه حاجات كتير جدا. زي ايه دكتور؟ تتسق يعني مظاهرنا في اللبس. مين يقول ان الجلابية البلدي
ولا الجلابيه الفلاحي المصري سواء راجل او ست، ولا المنديل ابو قويه الجميل، ولا البرقع ابو قصبه ذهب، ولا الطرحه والالوان والقويه والحاجات دي كلها، ان احنا نسيبها ونلبس المطاليع الجديده بقى، بيسموها ايه، اسدال وما اعرفش عبايه وليها مسميات اخدينها من الخليج، مش بتاعتنا. بس لو تبصيتي في جماليات دي وجماليات المظهر ده، هتلاقي ان احنا تخلينا عن الجميل الى ما هو اقل منه بهجه او جمال او ما يتسقش حتى مع شخصيته. بالنسبه لحضرتك قلتي انه احنا اصبح سمه العصر هي التسرع والعجله والجري زي ما بنقول. ايه اكتر حاجه حضرتك رصدتيها في تحولات الشخصيه المصريه؟ كنا في البدايه التأني ده عنصر اساسي في حياتنا، فكنا دايما نقول ايه، حتى لو عايزه تنجزي عمل اقول لك النهار لي عينيني، يعني فيما معناه تاجيل لبكره، اقول لك يعني ما فيش حاجه تتاخد قفش، اهدي، اقول لك ايه، كل شيء بالعقل. كل دي في اتجاه انك استهدى بالله، يعني كلها في اتجاه دلوقتي الشباب بيقول ايه، بيقول دوس بنزين واديها طريقك اخضر طريق زراعي. يعني ايه، ما فيش فكره خالص التأني دي غير وارده اطلاقا في المزاج الحالي، يعني لان هو الحقيقه المزاج العام للشعب المصري اتغير. طبعا المزاج المصري حريف ويحب النكته والقفشه والظرف لكن دلوقتي بدينا نبقى. كان في مثل بيقول عدي انا ولا تخطي سنه، خطي سنه خبطيني. كده هنفضل نعيد. عدي انا ولا تخطي سنه. لما يكون حتى حد بيحب يعني يطول السكه يقوم يقول له ودنك منين يا جحا، هي ودنك منين يا جحا، يعني تمهل او عشان تعرف تختار طريقك الصحيح او ما الى ذلك.